اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد ومنيو جديد، اسبوع كده في رمضان، منيو جديد رمضاني ان شاء الله يعجبكم. قبل ما نبدأ الفيديو هندعي الدعاء بتاعنا زي كل فيديو ان شاء الله كده، ربنا يتقبله منا. اللهم ارزقنا حسن الصيام وحسن القيام وحسن الختام. اللهم لا تجعلنا في رمضان من الخاسرين، واجعلنا ممن تدركهم الرحمة والمغفرة والعتق من النار، اللهم امين يا رب العالمين. لو لسه ما حطيتيش اللايك بتاعك انزلي حطي لي اللايك من ايديك الحلوه، وكمان لو انت اول مره بتشرفي قناتي اتمنى ان قناتي وفيديوهاتي تعجبك وتشتركي معايا وتكبري عيلتي بيكي. ويلا بينا نسمي الله ونبدا المنيو بتاعنا الاسبوع ده. ده منيو الاسبوع الثالث من رمضان. بالنسبه لي طبعا هو الاسبوع الثاني، بس ان شاء الله كده بالنسبه لكم هيكون الاسبوع الثالث، تستفيدوا منه كده بوصفات حلوه تعملوها باذن الله. اول يوم كده معايا في المنيو عملت لحمه مسلوقه، بس حبيت ان انا اخدها كده احمرها، يعني بعد ما سلقت اللحمه كويس وسويتها رحت مطلعاها من الشوربه وحمرتها بقى في حته سمنه كده وشويه زيت، ورشيت عليها رشه ملح وفلفل اسمر حلوه جدا. وجنبها عملت قلقاس، بس قلقاس بقى بالخضره وبالصلصه زي ما انتم متعودين علينا او عليا، يعني بعمله دايما بالصلصه مع الخضره. والشوربه بقى بتاعت اللحمه المسلوقه، شويه رز ابيض، والعصير بتاعنا النهارده كان عباره عن عصير كوكتيل، يعني فراوله على موز على برتقان على جزر على كيوي، كل الفواكه اللي كانت عندي رحت ضربها كده في الخلاط، بس اللون بتاعه كان مدي اللون الاحمر ده شويه عشان كنت حاطه شريحتين كده من البنجر. عصير مغذي وحلو جدا في الصيام. تعالوا بقى لتاني يوم معانا في المنيو، ومن الاكلات اللي الواحد بيحبها جدا جدا سواء بقى في رمضان او في الايام العاديه، أكلة اللي هو الغدا الشعبي أو الفطار الشعبي بقى، بما إننا في رمضان حاجة كده تفتح النفس من الآخر بقى بجد. كان عندي كده كيس بامية في الفريزر، رحت مطلعاه طبخاه، أنا عملتها عادي في الحلة مش طبخاه في الطاجن ولا حاجة، وقت التقديم بس حطيتها في الطاجن. وكيس فول برضو كده من الفريزر رحت محبشاه بقى بشوية التحابيش بتاعة الفول بتاعنا بقى الجميل ده، والطحينة وكده. وهنا كمان السمبوسة اللي احنا مجهزينها من قبل رمضان، الحاجات بقى دي اللي هي بتنفع وبتخليكي تنجزي الوقت يعني في الفطار. لو متأخرة الحاجات دي بتنجز معاكي جدا، لكن انها بتكون جاهزة. فرحت مطلعة سمبوسة كده لحمة على سمبوسة بالجبنة ومحمراها. وهنا في الطبق ده كان عندي قطعتين كده من المكرونة البشاميل، لو تفتكروا المنيو اللي فات كان في مكرونه بشاميل، فكان متبقى عندي قطعتين كده سخنتهم على كام واحده برضو من البانيه اللي هو بانيه الشركات ده اللي انا عاملاه في البيت، اللي هو بيتعمل بمفروم الفراخ، يعني مش البانيه اللي هو القطع الفراخ الحقيقيه. فبرضو رحت مطلعه كده كام واحده، كان اخر كام واحده عندي يعني حمرتهم. وطبعا الطبق الرئيسي بتاعنا النهارده كان طاجن المسقعه ده بقى تحفه، طاجن مسقعه كده باللحمه المفرومه جميل جدا. والمره دي كنت عاملاه بطريقه مختلفه شويه، مش مختلفه ولا حاجه، اللي هو يعني اختصار للوقت. طبعا ان احنا عارفين طاجن المسقعه بنحط مثلا رق بتنجان وفلفل او بطاطس تحت واللحمه في النص، وبعد كده نكمل الطاجن بتاعنا. المره دي رحت عامله كله في بعضه كده. والعصير بتاعنا كان عصير كده برتقان بالجزر مع مخلل بقى، مع كان عندي خس بقى وكده متبقي من السحور فحطيته كمان جنب الاكل. تعالوا بقى لليوم اللي بعد كده، كنت عامله فراخ مسلوقه برضو، تحسوا كده ان هي فراخ مشويه في نفسها بس هي كانت فراخ مسلوقه. سلقت الفراخ السلقه العاديه جدا علشان خاطر برضه طبعا اخد منها شوربه وكده. ورحت عامله لها خلطه كده بقى عباره عن صلصه مع كاتشب، مع مثلا معلقتين خل على عصير ليمونه على شويه كده من الزيت وبهارات طبعا وملح. ورحت دهنها كويس من كل ناحيه فيها، ودخلتها تحت الشوايه، وطول الوقت بقى بقلبها على كل ناحيه علشان طبعا تاخد اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده. عايزه اقول لكم ان انا ولادي وباباهم كمان كانوا مفكرين انها فراخ مشويه، حتى كانوا مستغربين ان انا عاملاها جنبها رز وطبيخ وكلام من ده، بس هي كانت فرخه مسلوقه طبعا. عملت جنبها شويه رز ابيض. واليوم ده ما طبختش خضار، يعني ما عملتش طبخ ولا حاجه، كان متبقى عندي طبق الباميه ده من اليوم اللي قبله. وكمان كان عندي البسله دي من اول يوم في رمضان، من الفطار بتاع اول يوم في رمضان كنت شايلها في الفريزر عادي، طلعتها سخنتها. والشوربه طبعا بتاعه الفراخ المسلوقه. والعصير بتاعنا اليوم ده كان عصير مانجا، طبعا عصير مانجا حلو جدا جدا. تعالوا بقى ندخل على اليوم اللي بعد كده. اليوم اللي بعد ده كنت مصوره معاكم روتين جميل جدا، فكنا عاملين بقى فيه اللي هو طاجن لسان العصفور بالفراخ اللي هي المفرومه او بمفروم الدجاج ده. كان تحفه طبعا، الطريقه كانت متصوره معاكم، وعايزه اقول لكم من احلى الاكلات واحلى الايام بجد اللي عملتها في رمضان في الفطار يعني. طاجن خفيف جدا مشبع جدا، انا عايزه اقول لكم ان احنا ما شاء الله كلنا اكلنا وما قدرناش نخلصه. فحلو قوي قوي خفيف، ومن الوصفات اللي هي تعتبر اقتصاديه في الايام اللي احنا فيها دي يعني. وجنبها عملت شويه بطاطس محمره جنب الطاجن الجميل بتاعنا ومخلل وخيار. وهنا كمان طلعت سمبوسه بالجبنه كده، حلوة قوي برضو مع الطاجن ده. يعني كلها مكملات كده جنب الطاجن تقدري تاكليه لوحده كده من غير اي حاجه، بجد حقيقي حلو.
وطاجن لسان العصفور من الحاجات اللي هي تنفع تعمليها باي حاجه، يعني ممكن تعمليه بلحمه، بقطع فراخ، بمفروم فراخ زي ما انا عملت كده بلحمه مفرومه. مثلا تجيبي اللحمه المفرومه او صدور الفراخ دي وتفرميها كده وتتبليها تتبيله الكفته، وتعملي برضو الطاجن بالكفته، هيكون جميل جدا. اي حاجه تحطيها فيها هيكون حلو قوي. خفيف خفيف جدا، اخف مثلا من الرز ومن المكرونات والكلام ده، وطعمه حلو جدا. والناس بقى اللي ما شافتش إن طريقه الطاجن ده او اللي عايزه تعمله مثلا على طريقتي هتلاقوه موجود في الفيديو اللي قبل ده كده، او ممكن اسيبه لكم برده في اخر الفيديو ده برده اللينك بتاعه للناس اللي حابه ان هي تجربه على طريقتي. بجد كان حلو قوي وخفيف قوي على المعده، وزي ما قلت لكم مشبع جدا. وممكن والله ما تعمليش جنبه اي حاجه وتاكليه بس هو كده جنب شويه مخلل، هيكون حلو جدا. فطار خفيف ويعتبر اقتصادي الى حد ما. تعالوا بقى نشوف اليوم اللي بعد كده. لازم طبعا يوم في الاسبوع كده يكون سمك، سواء بقى في رمضان في غير رمضان. انا اساسي معايا يوم في الاسبوع او يومين، يعني على الاقل يعني يكون يوم كده في الاسبوع سمك. السمك في رمضان حلو جدا، على عكس ناس كتير ما بتحبش السمك في رمضان، بس السمك في رمضان حلو جدا. فطار خفيف كده على المعدة، تغيير بقى عن اللحمة والفراخ، كل يوم لحوم وفراخ وكده. فلازم يوم سمك، بالذات بقى لو سمك مشوي كده. عايزه اقول لكم السمك يومها كان جميل جدا. ده سمك طبعا بلطي عادي جدا، مشوي. هتلاقوا كده منه الكبير ومنه الصغير، لان احنا يعني عايزه ارضي جميع الاطراف. في ناس بتحب الكبير مشوي، في ناس بتحبه صغير، فانا بحب ارضي جميع الاطراف، فبجيب لكل واحد طلبه. طبعا جنب السمك اساسي بالنسبه لي، جنب السمك المشوي ده بالذات لازم الرز بالشعريه، بيكون احلى حاجه جنب السمك. وطبق السلطه الخضراء بقى اللي فيه كل الخضار، حاجه كده تدي باور في الصيام، حلو جدا. وكان عندي بتنجانيه واحده طلعتها عملت بقى سلطه بابا غنوج حلوه جدا جنب الاكل. البابا غنوج برضو بيكون حلو مع السمك، او مثلا سلطه الطحينه ومخلل. وكمان بقى البصل الاخضر والجرجير والفجل، الخضار اللي بيفتح النفس ده. وعصرنا النهارده كان عصير المشمش، او زي ما انتوا عارفين كده قلت لكم كتير، بديل لعصير قمر الدين. اليوم ده برضو عملت بانيه كده، هتلاقوا طريقته ان شاء الله هتنزل لكم الفيديو بعد ده على طول. عايزه اقول لكم ان انا اليوم ده عملت الفطار في ساعه واحده بس، ساعه واحده بس انجزت فيها بقى الفطار بتاعي. عملت البانيه وعملت مكرونه وحمرت بطاطس، وحلو قوي. الفيديو هينزل لكم استنوه، لان برضو في طريقه حلوه قوي غير البانيه، عامله لكم طريقه كده للطحينه، ازاي بمعلقتين طحينه تعملي طبق طحينه كبير كده. فاستنوا الفيديو ان شاء الله ينزل لكم ورا ده على طول. اخر يوم معايا في المنيو عملت بقى طبق محشي او حله محشي كده، محشي كرنب، حاجه من اللي هي بتغسل القلب من جوه. المحشي ده بينزل على القلب كده مش على المعده. وجنبها عملت لحمه مسلوقه برضو، حمرتها كده في حته سمنه، حلو جدا. كان عندي كم قطعه لحمه، يعني هو ما كانش مثلا نص كيلو لحمه ولا حاجه، هما كام قطعه كده كنت شايلهم من قبل رمضان كمان بكتير، يعني من قبل رمضان تقريبا بحوالي مثلا 20 يوم ولا حاجه. فرحت مطلعاهم كده عملتهم جنب المحشي الكرنب. انا في الايام العاديه مش ممكن يعني اللي هو مش لازم اعمل لحمه ولا فراخ ولا حاجه جنب المحشي، هو لوحده كده لوحده كده كفايه، جنب مثلا شويه ملوخيه وخلاص على كده. اليوم ده كان جميل جدا. وعصرنا اليوم ده كان عصير جوافه. يا رب كده المنيو الاسبوع ده يكون عجبكم وتلاقوا فيه افكار حلوه كده تستفيدوا منها. طبعا قبل ما تطلعي من الفيديو ما تنسيش تحط